تمريرة، لكن الكرة عادت أو يحاول فريق الكهرباء هناك من جهة اليسار تتمرر الكرة. حسام هناك الآن منتظر عادل يحاول يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، إبعاد وتغطية من خالد كردغلي. خالد كردغلي الذي طبعا يبعد الكرة، والآن الكرة إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية. واضح على الصورة محمد بن طرش اللاعب المغربي. تلعب رمية جانبية من خالد كردغلي، يحاول فرانك سيدريك لكن قطعت الكرة. عادت من جديد محمد بن طرشة بالتغطية، وهناك خطأ، هناك خطأ، خطأ لمصلحة نادي أربيل. شاهد اللقطة ما بين محمد بن طرشة وفرانك سيدريك، خطأ. خطأ الآن لمصلحة نادي أربيل. تلعب الكرة قصيرة، خالد كردغلي داخل منطقة الجزاء. هنا الرأسية والإبعاد من نادي الكهرباء وعدم استلام الكرة بصورة صحيحة، وهذا الهجوم المرتد. محاولة من سويعيد، سويعيد يمرر الكرة هناك في جهة اليسار. محاولة الآن الخطيرة، تلعب الكرة منتظر عادل. يا الله، العارضة، العارضة تقف بوجه هذا اللاعب، بوجه وانجا رونالد المهاجم نادي الكهرباء. أضاع كرة الهدف الأول. كيف لعبتها بهذا الشكل؟ كيف أهدرتها يا رونالد؟ نعم، كاد أن يسجل الهدف الأول نادي الكهرباء بعد هجمة مرتدة سريعة وسريعة جدا تناقلتها أقدام لاعبي نادي الكهرباء، لكن في الأخير وانجا رونالد لم يحسن التعامل مع الكرة، ولعب الكرة في العارضة، لعب الكرة في العارضة. يعني هدف محقق أضاعه رونالد، وبالتالي المباراة تبقى بالتعادل السلبي. كاد أن يسجل هدف مبكر. هنا المحاولة، جيلان لقمان وحاول المرور من أمام خضر علي، مر جيلان لكن فارق القوة، فارق القوة لمصلحة اللاعب خضر علي. عادت لأحمد عايد، أحمد عايد يمرر له خضر علي، والتمريرة تمريرات قصيرة لمصلحة فريق الكهرباء في وسط الملعب. أحمد عايد، كرة الآن والكرة الخطيرة داخل منطقة الجزاء. هل هناك خطأ أم لا؟ لا وجود للخطأ. كاد وانجا، وهنا سالم عامر قريب كان من الحالة، الكاميروني وانجا رونالد. يعني أين الإعادة يا سيد المخرج؟ أين الإعادة؟ أسامة رشيد يلعب الكرة البرازيلي. هالسون فرنانديز وريبين سولاقة لاعب منتخبنا الوطني هم قلبي الدفاع بالنسبة لنادي أربيل. نادي أربيل دفاعات غير جيدة. أتكلم عن 24 جولة ماضية استقبل 38 هدف، نعم رقم كبير. يعني خلال 23 مباراة أربيل لديه مباراة مؤجلة استقبل 38 هدف، رقم كبير. كرة الآن من هالسون فرنانديز، تمريرة جميلة، يحاول بن سودة لكن التغطية موجودة من خضر علي إلى ركنية لمصلحة فريق أربيل. 5 دقائق أولى فيها الإثارة، فيها المتعة، وخاصة نادي الكهرباء كاد أن يسجل هدف. أين الإعادة؟ لغاية الآن لم نشاهد الإعادة للفرصة الجميلة، هذا هو سويعيد. وهنا شاهد الكرة المشتركة وما بين اللاعب وانجا رونالد ومدافع نادي أربيل. لكن الآن تلعب الركنية الآن على القائم الثاني من الرأسية سولاقة، لكن إلى الخارج من ريبين. اللاعب منتخبنا الوطني 32 عام، بدأت الأمطار تهطل
في عاصمتنا الحبيبة بغداد وبقية المدن. إن شاء الله أمطار خير وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير أينما تكونون أحبة المشاهدين والمتابعين. وهنا نشاهد شاهد التمريرات الجميلة من أحمد عايد إلى منتظر عادل الذي لعب الكرة بصورة جميلة والمرمى أشبه بالخالي، لكن وانجا رونالد لعب الكرة في العارضة، يعني لاعب محترف ويضيع هكذا كرة بصراحة أكثر من علامة استفهام. على العموم يعني يتكلم عن بداية اللقاء، يجب أن يكون اللاعب بكامل تركيزه بكامل ذهنيته. كرة الآن لمصلحة نادي أربيل، بن سودا يسيطر على الكرة، يحاول الآن يوسف بن سودا التونسي 27 عام، كاردغلي إلى السوري 28 عام، ريبين سولاقة، تبرر الكرة من روى يوسف إلى فرنانديز إلى روى يوسف من جديد، روى يوسف تمريرات قصيرة قطعت عادت لمصلحة سدرك إلى جلال لقمان يمرر الكرة لم تصل إلى اللاعب أسامة، وعادت لمصلحة نادي الكهرباء، عادت من جديد قطعت الكرة روى يوسف يمرر إلى البرازيلي هيغور فيليب هيغور يمرر تمريرات قصيرة فريق أربيل، ريبين سولاقة، هرنانديز، أسامة رشيد، روى يوسف تمريرات قصيرة. هنا الآن تمريرة أمامية باتجاه هلا وفاق، يحاول هلا وفاق من جهة اليمين، قطعت عادت إلى فرانك سدرك مع الكرة، يلعب الكرة العالية لمن عنوانها خضر علي مع الكرة، يضغط غيلان تخلص بصورة جميلة خضر علي، مهارة كبيرة، مرر لأحمد عايد 1-2 جميلة، ويطلب الكرة سويعيد، هنا وانجا لكن قطعت من البرازيلي هاليسون فرنانديز إلى الخارج، رمية جانبية. هذا هو رونالد وانجا الذي أضاع يعني كرة هدف. خضر علي يمر لأحمد عايد إلى خضر علي من جديد، يضغط غيلان، يوسف بن سودا أيضا يحاول الضغط على بن طرشة للخلف للحارس محمد عباس يمرر الكرة لدلاهي هناك لحسام كاظم مدافع اليسار اليوم، حسام كاظم يمرر الكرة قطعت عادت من جديد لمصلحة نادي أربيل، أسامة إلى غيلان لقمان، بدأت التمريرات القصيرة واللعب محصور في وسط الملعب عكس الخمس دقائق الأولى الذي شاهدنا هجمة هنا وهجمة هناك، وخاصة هجمة اللاعب رونالد وانجا. ريبين سولاقة تمريرة أمامية وصلت إلى هيغور فيليب، لكن هناك خطأ على بن طرشة، مصلحة البرازيلي هيغور فيليب فيدال. نعم الاسم الثلاثي، نعرف الأسماء البرازيلية الأسماء اللاتينية بصورة عامة تكون طويلة، لكن هو اسم الكامل هيغور فيليب فيدال. كرة الآن إلى هاليسون فرنانديز البرازيلي الآخر إلى هيغور، تمريرة جميلة، فرانك سدريك يمر الكرة إلى بن سودا يحاول غيلان لقمان إلى بن سودا، تصويبة بن سودا والإبعاد من محمد عباس، يا الله على الكرة، عادت إلى غيلان، تصويبة من غيلان واستماتة دفاعية من حسام كاظم، والمتابع من روى يوسف، روى داخل منطقة الجزاء يبحث عن زاوية تصويب، يمرر الكرة لهيغور لكن قطعت الكرة، عادت إلى سويعيد المتراجع للخلف، سويعيد مر من الأول مر من الثاني، مرر الكرة لحيدر تمريرة أمامية باتجاه من، والكرة طالت على منتظر عادل، وصلت إلى رمية جانبية، لكن هنا محمد عباس الذي تألق ويطلب من المدافعين اللعب بالعقل وليس بالأقدام في هكذا كرات. شاهد بن سودا وغيلان لقمان، شاهد تصويبة بن سودا، لكن الملابس السوداء محمد بن عباس تصدى لهذه الكرة بردة فعل جميلة. نعم هي لامست دفاعات فريق الكهرباء، لكن محمد عباس أبعد الكرة، عادت من جديد مصلحة نادي أربيل. 10 دقائق أولى يعني شاهدنا فيها هجمات، فيها محاولات، هنا الرأسية، الله، جول، هدف أول لنادي أربيل عن طريق غيلان لقمان بعدما تابع الكرة
بعدما شاهد الكرة ترتد من العارضة، وجماهير أربيل القليلة والقليلة جدا تحضر هنا لمساندة الهوليري، لمساندة الفريق الأصفر. وشاهد الرأسية من سدرك، محمد عباس متقدم، ردتها العارضة، لكن المتابعة من جلال لقمان، جلال لقمان الذي يهز الشباك في الدقيقة 11. هدف أول عن طريق جلال لقمان الذي يسجل ثاني أهدافه في دور نجوم العراق. جيلان لقمان يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي أربيل في الدقيقة 11 وسط فرحة الكادر التدريبي والإداري لنادي أربيل. طبعا مثل ما ذكرت يعني مباراة الذهاب انتهت 4-3، 7 أهداف. والآن طبعا الهدف الأول، يعني هل نشاهد أيضا 7 أهداف؟ لكن النتيجة الأكبر في دورينا 6-2 زاخو على القاسم. تمريرة أمامية وصلت إلى ركلة مرمى لدى الحارس حسين علي. لعب الكرة الواضح على الصورة خميس المعواني، راضي شنيشل الذي يتأخر الآن. راضي شنيشل الذي استلم المهمة التدريبية خلفا لولي كريم. كرة الآن فرنانديز، تمريرة أمامية وهناك تعثر، وبن سودا يصوب الكرة ضعيفة بأحضان الحارس محمد عباس. ومحمد عباس ما زال يوجه، يطلب من المدافعين التركيز، يطلب من المدافعين أن يكونوا بذهنية أكبر. يشاهد تلقي مرماه إلى سيل من الهجمات الأربيلية، إلى سيل من الهجمات الهوليرية. واحدة هذه الهجمات أتت بالهدف، وما زال هناك أخطاء من قلبي دفاع نادي الكهرباء. تمريرة طويلة باتجاه وانجا لعب الكرة، تلعب الآن لخالد كارداغلي، تمريرة للكرة لكن قطعت من حيدر مع الكرة، حيدر عبد الكريم، تمريرة لأسامة، لكن أسامة تمريرته للخارج. رمية جانبية خضر علي، رأسية الآن قطعت، عادت لمصلحة نادي أربيل. روى يوسف تمريرة أمامية، هناك المنطلق، هلا وفاق بالسرعة، يا الله على حسام كاظم بخبرة السنين، يقطع الكرة من أمام هلا وفاق الكابتن والقائد لنادي أربيل لكتيبة هولير القادمة من شمالنا الحبيب شاهد حسام كاظم، والتغطية الدفاعية من أمام هلا وفاق السريع الذي يمتلك 5 أسيست. الكرة الآن هناك خطأ، نعم خطأ حسب إشارة الحكم سالم عامر، نعم لمس الكرة باليد، وبالتالي خطأ لمصلحة نادي أربيل. يلعب الخطأ الآن، شاهد هنا اللقطة ما بين دلاهي واللاعب فرانك سدرك. وريبن سولاقة إلى حسين علي، يعني اللاعبين الذين سجلوا 7 أهداف في مباراة الذهاب يعني 7 غير متواجدين في التشكيلة الأساسية. يعني بالنسبة لنادي أربيل شيركو كريم، وهنا أيضا إبعاد من محمد عباس، شيركو كريم وكولن أندرسون وسفين منصور ومصطفى قابيل. يعني تكلم عن 3 لاعبين متواجدين في طبعا في قائمة الاحتياط، يعني شيركو وسفين منصور ومصطفى قابيل، هؤلاء الثلاثي متواجدين، وأيضا اللاعب أندرسون غير متواجد، كولن أندرسون. بينما من نادي الكهرباء كريستيان أيضا غير متواجد، وحسين جاسم موجود في دكة البدلاء، ومحمد زامل أيضا غير متواجد في هذا اللقاء. يعني بالتالي ال7 لاعبين الذين سجلوا 7 أهداف في مباراة الذهاب لم يلعبوا بصورة أساسية أو لم يلعبوا بالتشكيلة الأساسية خلال هذا اللقاء. شاهد جلال لقمان يضغط، لكن خروج ناجح من محمد عباس، وابعاد للكرة محمد بن طرشة، يعني كاد ان يخطأ محمد بن طرشة بهذه اللقطة، لكن محمد عباس يعالج الامور. وابعاد للكرة، هنا الابعاد، الأوفاق الذي يغطي خلف قلبي الدفاع، خلف فرنانديز وريبين سولاقة، يمتازان بالبطء. نعم
لديهم بطء ثنائي قلبي دفاع لنادي أربيل، فبالتالي هلا وفاق. وهنا المحاولة بن سودة، لكن طالت على بن سودة للخارج، رمية جانبية، تلعب سريعة من بن طرشة إلى أحمد عايد، تمريرة من خضر علي إلى المعواني، هناك حسام كاظم، مرر الكرة قصيرة، قطعت من هلا وفاق، هلا وفاق يمرر الخلف إلى فرانك سيدريك، سيدريك يحافظ على كرته، يلعبها لأسامة رشيد، أسامة والتمريرة الآن إلى الحارس حسين علي، حسين علي جولي، تمريرة أمامية تترك إلى الحارس محمد عباس، يلعبها بدلا دلاهي، محمد دلاهي الموريتاني 27 عام، كانت لديه تجربة في دوري نجوم العراق مع الحدود، وأيضا لعب مع نادي الشمال مع نادي حمام الأنف هناك في تونس. محمد دلاهي يلعب الكرة، دلاهي هنا لخضر علي، خضر علي تمرير المعواني، المعواني فقد الكرة، ثقيل هذا اللاعب، شاهدناه بأكثر من كرة، يعني يجد صعوبة في الاستلام والتسليم. خطأ الآن ليوسف، خطأ ليوسف لمصلحة، شاهد اللقطة ما بين التونسي والمغربي، ونعرف الدربي المغاربي ما بين تونس والمغرب، يعني ليس فقط على مستوى كرة القدم، حتى على مستوى باقي الألعاب، دائما تنافس كبير ما بين الدولتين الشقيقتين. كرة الآن فيليب فيدال يلعبها إلى سيدريك، سيدريك إلى جيلان لقمان، جيلان لقمان مع الكرة، صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن، جيلان يحاول المرور، بر جيلان، لكن الحكم قريب يقول له وجود الخطأ. خضر علي يمرر الكرة، خضر علي وصلت إلى حيدر، حيدر عبد الرحيم إلى أحمد عايد، أحمد عايد تناقل وتداول بالكرة بصورة جميلة، وصلت إلى منتظر عادل، حسام كاظم ينطلق، مررت الكرة لأحمد عايد، طالت على أحمد عايد، وصلت إلى ريبين سولاقة، سولاقة يمرر الكرة إلى هيجور، هيجور إلى أسامة رشيد، مباراة مفتوحة، مباراة مفتوحة من الطرفين، أسامة رشيد مع الكرة يحاول المرور، أسامة يحتفظ بالكرة، يمرر الآن إلى روى، روى يوسف إلى جهة اليسار، خالد كارداغلي، كارداغلي إلى سيدريك، سيدريك مع الكرة الكاميروني، تمريرة وتغيير اللعب هناك إلى جهة اليمين إلى هلا وفاق، هلا وفاق إلى بن سودة، بن سودة يبحث عن زاوية التصويب، تمريرة لم تصل إلى فيليب، وصلت إلى محمد عباس، محمد عباس يلعب الكرة هناك إلى منتظر عادل، منتظر عادل يلعب الكرة عالية، قطعت من أسامة، أسامة رشيد مجددا. فريق أربيل أكثر حيازة، أكثر استحواذ، أكثر سيطرة على الكرة، يحاول الضغط على مرمى نادي الكهرباء من أجل تحقيق الهدف الثاني. سولاقة مع الكرة يمرر هناك في جهة اليمين، هل يلحق بالكرة؟ نعم يلحق بالكرة، جيلان، جيلان يلعب الكرة على اتجاه سيدريك، وين الرأسية لكن سهلة لدى الحارس محمد عباس، محمد عباس يلعبها بإيده سريعا إلى خميس المعواني، المعواني لسويعيد، سويعيد للمعواني من جديد، سويعيد تمريرات قصيرة لمصلحة نادي الكهرباء، تفوق تاريخي لأربيل على نادي الكهرباء، يعني نتكلم عن 26 لقاء سابق، 16 فوز لأربيل وثلاث انتصارات فقط للكهرباء، والتعادل حاضر ب7 مباريات 3 منها سلبية. الآن الكرة يحاول أن يضغط يوسف بن سودة، لكن دلاهي لعب الكرة للحارس محمد عباس، وصلت للخميس المعواني، خميس المعواني إلى وانجا، أو هذا سويعيد، أحمد عايد، أحمد عايد لاعب مهاري أشول جميل، تمريرة جميلة هناك في جهة اليسار، وصلت إلى منتظر عادل، منتظر هل يصوب؟ منتظر يبرر حسام كاظم، كرة الخطيرة حسام، تصويبة يا الله، تصويبة قوية من حسام كاظم، لكن ردة فعل من حسين علي جولي الذي نجح بإبعاد الكرة. والآن هنا الهجوم المرتد لمصلحة نادي أربيل، مباراة جميلة في ال20 دقيقة الأولى، هجمات هنا وهناك، شاهدنا هدف لمصلحة أربيل عن طريق جلال لقمان، قطعة الكرة الآن من المعواني، خميس، خميس يحاول خميس في يوم طبعا خميس واليوم يوم أحد، هنا الآن التصويبة، علت العارضة، علت العارضة من منتظر عادل،
في تصويبة أولى كانت قوية من حسام كاظم. شاهدنا حسام كاظم أي تصويبة أي تصويبة، لكن حسين علي شاهد 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 تصدى باليد العكسية لهذه التصويبة القوية وأبعدت من حسين علي، وكانت المتابعة الدفاعية من روا يوسف. هذا هو حسام كاظم، وما زالت الأمطار تهطل هناك في ملعب الزوراء في مدينة بغداد الجميلة في العاصمة الحبيبة. بالسلامة بالسلامة لاعب نادي أربيل. هنا اللقطة وهنا التعثر، لكن يوسف بن سودة تصويبته كانت ضعيفة وكانت سهلة لمحمد عباس، وأيضا ضغط دلاهي على بن سودة. 26 لقاء ما بين الفريقين، أفضلية واضحة لأربيل ب16 انتصار. نعم 16 انتصار لأربيل و3 للكهرباء فقط. منتظر عادل هذا هو حسين حارس مرمى نادي أربيل. حسين علي اللاعب الشاب، حيدر اللاعبين المميزين ضمن التشكيلة الأساسية اللي هي السيد راضي شنيشل مدرب نادي الكهرباء. تلعب الكرة من حسين علي، كرة عالية دلاهي، يحاول الآن يوسف أو فيليب يضغط، لكن دلاهي نجح بلعب الكرة لحسام. حسام كاظم مع الكرة، حسام لا منتظر عادل، منتظر تمريرة في وسط ملعب لا حيدر، حيدر يسيطر على الكرة، ما زال يحتفظ بالكرة حيدر. تمريرة من حيدر لخضر علي، خضر علي مر خضر علي من جيلان، يحاول أيضا مرور جميل، مر الكرة لسويعيد، سويعيد مع الكرة، محمد سويعيد هل يصوب؟ تصويبة سويعيد ومرت من سويعيد. حاول محمد سويعيد بهذه التسديدة وعلت العارضة. شاهد محمد سويعيد يعني شاهد هناك مساحة وزاوية للتصويب، وبالتالي قرر التصويب، لكن تصويبته علت العارضة ومحمد والحارس حسين علي غير راضي تماما. نعم اعطاء هكذا مساحة من وللاعب ويصوب اكيد يعني يجب ان يكون الضغط اكثر. تمريرة يوسف بن سودة، استلم الكرة بن سودة لكن قطعت، عادت لخضر علي، خضر علي تمريرة الى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. خالد كرداغلي يلعب الرمية الجانبية، وهناك الخطأ على يوسف بن سودة. نعم الخطأ لمصلحة نادي الكهرباء. محمد بن طرشة، خميس المعواني يمر إلى سويعيد، سويعيد إلى المعواني من جديد، دلاهي هناك لحسام كاظم، حسام كاظم تمريرة، منتظر عادل، منتظر لحسام من جديد، تمريرات قصيرة لمصلحة نادي الكهرباء، وصلت إلى بن طرشة، بن طرشة ما زال يحتفظ بالكرة. هنا تمريرة وصلت الآن لوانجا، رونالد وانجا داخل منطقة الجزاء، وهنا حسين علي موجود، لم يستطيع مسك الكرة بسبب لمسة من قبل هاليسون. عادت من جديد مصلحة نادي الكهرباء، تمريرة من أحمد عايد باتجاه منتظر عادل يضغط عليها الأفواق، منتظر يلعبها إلى حسام كاظم، تمريرة من حسام إلى المعواني يمر لخضر علي، خضر علي مع الكرة إلى المعواني مجددا، تمريرة من المعواني لخضر علي هناك من جهة اليمين، يلعب الكرة العرضية لكن الإبعاد
ابعاد من ريبين سولاقة، واضح على الصورة. ريبين سولاقة لاعب منتخبنا الوطني، 32 عام، لعب بالدوري السويدي، النرويجي، القطري، البلغاري، الكوري، التايلندي، ايضا لعب حتى للدوري الصربي. تجربة كبيرة لريبين سولاقة. ركنية الآن تلعب قصيرة، يحاول أحمد عايد داخل منطقة الجزاء. هنا الإبعاد، إبعاد عادت من جديد مصعد نادي الكهرباء، لكن جيلان لقمان موجود في التغطية. وابعاد الكرة، حسام كاظم يمرر لحيدر، حيدر عبد الكريم، أمامية من حيدر، يحاول الآن منتظر عادل، يحاول لكن قطعت الكرة في اللحظة المناسبة. قطعت الكرة في اللحظة المناسبة من قبل المدافع خالد قردغلي، لكن تمريرة جميلة كانت باتجاه منتظر عادل. شاهد استلام الكرة والتغطية كانت موجودة من خالد قردغلي. وركنية أخرى لمصلحة نادي الكهرباء. أحمد عايد يلعب الركنية عالية باتجاه من؟ وصلت إلى منتظر عادل، منتظر عادل يمرر الكرة لحيدر، حيدر إلى الخلف إلى حسام، تمريرة حسام الآن لخضر علي، خضر علي، تغيير اللعب هناك لكن قطعت. يحاول الآن بن طارشة، هل هناك خطأ؟ الحكم يقول لا وجود لشيء. عادت مصلحة نادي اربيل الهجوم المرتد، يوسف بن سودة، لكن خروج من محمد عباس وعلى طريقة المدافع الليبرو أبعد الكرة إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية. شاهد هنا اللقطة، المطالبة بخطأ بعد اللقطة المشتركة ما بين هالسون فرنانديز ومحمد بن طرشة، ما بين البرازيلي والمغربي. سالم عامر يقول لا وجود للخطأ. كرة الآن يحاول فرانك سيدريك، يضغط عليه دلاهي، وهناك خطأ على محمد دلاهي الموريتاني لمصلحة الكاميرون. فرانك سيدريك شاهد الكرة ما بين دلاهي وسيدريك، وسالم عامر يقول خطأ لمصلحة سيدريك. بالسلامة لسيدريك، ينهض بالسلامة. الروح الرياضية موجودة ما بين الموريتاني والكاميروني. خطأ الآن لمصلحة نادي اربيل، إيغور فيليب فيدال البرازيلي على لعب هذا الخطأ. الأشول البرازيلي على ما يبدو متخصص بالكرات الثابتة. فيدال يلعب الكرة، وهنا الإبعاد، المحاولة من بن سودة لكن أيضا قطعت. هالسون، إعادة الكرة للخلف للحارس حسين علي يلعب الكرة العالية أمامية، استلام بصورة جميلة من بن سودة. يحاول الآن فريق الكهرباء البحث عن الهجوم السريع، لكن ضغط من لاعبي نادي اربيل، وهناك خطأ لمصلحة نادي الكهرباء، خطأ لمصلحة أحمد عايد. حيدر عبد الكريم إلى بن طرشة، محمد بن طرشة، كرة الآن يحاول الآن فيدال إلى جيلان إلى بن سودة، لكن طالت على بن سودة. لمسات سريعة من لاعبي نادي اربيل، نعم لمسات سريعة، ووصلت إلى محمد عباس. حسام كاظم لمحمد عباس مجددا، يلعب الكرة العالية، وانجا من أمام سولاقة، عادت لروى يوسف لكن قصيرة، لا وجود للخطأ. الحكم قريب، مررت الكرة، منتظر عادل الذي غير مكان لعبه من اليسار اليمين إلى خضر علي، وعدم تفاهم ما بين خضر علي ومنتظر عادل في هذه اللقطة، وإلى الخارج. رمية جانبية، 30 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وتقدم فريق اربيل على فريق الكهرباء بهدف جلال لقمان منذ الدقيقة 11. تابع الكرة
ارتدت من العارضة. هنا فيدال افتك الكرة، فيدال عدى، فيدال مرر الى بن سودا مع الكرة يحاول المرور، بن سودا يلعب الكرة، اصطدت، عادت الى بن سودا مجددا، لكن ايضا تغطية موجودة من المدافع خضر علي، والى الخارج رمية جانبية. خميس المعواني الواضح بالصورة، كردغلي يلعبها لا سدرك لكن قطعت من حيدر عبد الكريم، مرر الكرة لحسام كاظم، تمريرة الآن أحمد عايد تمريرة، حاول لعب الكرة باتجاه سويعيد لكن قطعت، عادت لمصلحة نادي أربيل. سين علي تمريرة طويلة إلى دلاهي، إلى أحمد عايد مجددا، أحمد عايد يلعب الكرة العالية، وصلت إلى منتظر عادل، استلام للكرة بالقرب من كردغلي، يحاول المرور من أمام جيلان، مرر الكرة حيدر فقد الكرة، عادت إلى روى يوسف، وصلت الآن إلى سدرك، أيضا قطعة الكرة، يضغط لاعبي نادي الكهرباء من أجل افتكاك الكرة، نجح في ذلك، وصلت إلى المعواني يلعبها للخلف، هنا التمريرة هناك في جهة اليسار إلى سويعيد بالقرب من حسام كاظم، سويعيد ما زال يحتفظ بالكرة، يمرر لأحمد عايد إلى حسام كاظم، هل يلعب الكرة العالية؟ نعم يلعب الكرة العالية لكن الإبعاد من كردغلي، عادت إلى سدرك مع الكرة، يحاول فريق أربيل الاعتماد على الهجمات المرتدة بوجود السرعات، جيلان لقمان وفيدال ويوسف بن سودا. هنا قطعة الكرة لكن سولاقة موجود في المتابعة، سولاقة يمرر الكرة، عادت من جديد لمصلحة نادي أربيل إلى فرانك سدرك، لكن هناك خطأ على سدرك، خطأ على الكاميروني حسب صافرة الحكم وإشارة الدولي سالم عامر. هذه اللقطة ما بين سدرك ومنتظر عادل. دلاهي إلى خميس المعواني، محمد بن طرشة، تمرير الآن لمنتظر عادل، منتظر إلى خضر علي، أحمد عايد إلى خضر علي مجددا، تمريرات قصيرة لمصلحة نادي الكهرباء، يبحثون عن هدف التعديل في الدقائق المتبقية من الشوط الأول. خضر علي يمرر الكرة باتجاه وانجا، يضغط وانجا على فرنانديز لكن ابعاد الكرة من برازيلي هاليسون الى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. خضر علي يمرر الكرة، خضر علي باتجاه وانجا، منتظر عادل داخل منطقة، كرة الخطيرة يلعب الكرة العرضية، عادت لأحمد عايد، أحمد عايد يلعب الكرة لحيدر عبد الكريم، طالت على حيدر، قطعت منها الأوفاق، يحاول سويعيد والحكم يقول لا وجود للخطأ، عادت مصلحة نادي الكهرباء. المعواني تمريرات إلى الخلف، المعواني تلعب الكرة الآن هناك لحسام كاظم، يضغط نادي الكهرباء خلال هذه الدقائق بحثا عن هدف التعادل أمام الهوليري، وصلت الكرة للمعواني، خميس المعواني يلعبها لبن طرشة، محمد بن طرشة للمعواني مجددا، المعواني وهناك خطأ لخميس المعواني وسط اعتراض لاعبي نادي أربيل وخاصة اللاعب جيلان لقمان. خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. هذه اللقطة ما بين فيدال وخميس المعواني. هلا وفاق إلى فرانك سدرك، خطأ لمن؟ خطأ لمصلحة نادي أو رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء، لعب السريع عن أحمد عايد إلى حسام كاظم إلى محمد دلاهي. 10 دقائق أخيرة من أحداث الشوط الأول، هل هناك هدف التعادل للكهرباء أم تعزيز لأربيل؟ يحاول نادي أربيل الاعتماد على الهجمات المرتدة خلال الدقائق الماضية، والكهرباء يضغط إلى الأمام، يتقدم لاعبيه إلى الأمام من أجل إيجاد الحلول الهجومية، من أجل هدف التعديل. منتظر عادل يلحق بالكرة قبل أن تخرج، منتظر يلعب الكرة لكن قطع الكرة من هاليسون البرازيلي، حيدر عبد الكريم برأسه إلى من؟ إلى سويعيد بالقرب من هالوفاق، صعب جدا اجتياز هالوفاق. حسام كاظم
يحاول مرور حسام، يمرر إلى وانجا، وانجا إلى خميس المعواني. المعواني هل يكون عونا لفريق الكهرباء في هذا اللقاء؟ التمرير الآن لخضر علي يلعب الكرة العالية، يحاول حسين علي ممتاز من أعلى نقطة من أمام لاعبي نادي الكهرباء ودفاعات فريق أربيل، يلتقط الكرة وأيضا هلو فاق ساقط على أرضية الملعب. شاهد هنا الكرة العالية وخضر علي لعب الكرة العالية، لكن خروج حسين علي بثبات مسك الكرة. هذا هو هلا فاق ينهض بالسلامة. جلال لقمان صاحب الهدف الوحيد لغاية الآن. خميس المعواني يلعب الكرة لخضر علي مجددا. خضر علي يحاول المرور من أمام جيلان، يمرر الكرة إلى أحمد عايد. أحمد عايد مر من أمام ريبين سولاقة، وهناك خطأ واضح على ريبين سولاقة لمصلحة أحمد عايد. أحمد عايد طبعا المتخصص بالكرات الثابتة. أمور فيصل غائب تمام، نعم غاب عن هذا اللقاء، موجود في المدرجات. هذا شاهد اللقطة ما بين سولاقة وأحمد عايد، والخطأ واضح على ريبين سولاقة. من حسن حظك يا ريبين سولاقة أنك لم تنال البطاقة الصفراء بهذه اللقطة، كون هناك سحب من اليد. على العموم تبقى لقطات هكذا حالات هي تقديرية. تكلم بالنسبة للعقوبات الإدارية بالبطاقات. ماذا هناك يا سيد الحكم؟ والمطالبة الهدوء من قبل يعني يوسف بن سودة، وهناك بطاقة صفراء على من؟ على سولاقة. نعم على ما يبدو بطاقة صفراء. نعم أنا ذكرت ليه يجب هكذا لقطات يعني دائما ما نشاهد فيها البطاقة الصفراء. نعم بطاقة صفراء على ريبين سولاقة، بطاقة صفراء مستحقة. كون هناك مسك من اليد، أي سحب من طبعا من الجسم، يعني سواء أي عضو من أعضاء الجسم، وأيضا سواء من القميص اللاعب المنافس تشهر البطاقة الصفراء، وإذا كان آخر اللاعب تشهر البطاقة الحمراء. يعني هكذا قوانين ثابتة في قوانين عالم كرة القدم. خطأ الآن لمصلحة نادي الكهرباء. من سوف يصوب؟ المعواني، حسام كاظم، أحمد عايد. من سوف يصوب هذه الكرة؟ هل تكون كرة خطيرة؟ هل تكون كرة التعديل؟ أم هناك حسين علي يتصدى؟ أم الجدار يتصدى لهذه الكرة؟ كرة تقريبا مسافة 30 ياردة، وحسام كاظم يوجه لاعبي فريق الكهرباء يطلب المتابعة. نعم واضح جدا يطلب من اللاعبين المتابعة الكرة. أخذت وقتا طويلا هذه الكرة الثابتة، يعني تقريبا ما يقارب الدقيقتين لغاية الآن. من سوف ينفذ هذا الخطأ؟ يعني شاهد لاعبين نادي الكهرباء متقدمين إلى الأمام، 8 لاعبين، 3 على الكرة و5 بالقرب من منطقة الجزاء. حسام كاظم أم المعواني أم أحمد عايد؟ من سوف يصوب؟ على ما يبدو أحمد عايد. تلعب الكرة، جول! الموهوب أحمد عايد، لاعب مهاري، لاعب موهوب، يسجل هدف جميل جدا من مسافة بعيدة، يضعها بالزاوية الصعبة على حسين علي. يا الله، شاهد أي مهارة تصويب، أي دقة تسديد، أي هدف جميل. شاهد أحمد عايد لعبها على طريقة الكبار، لعبها على الطريقة البرازيلية، على الطريقة اللاتينية. أحمد عايد يضع العيدية في مرمى أربيل بهذا الهدف الجميل من أحمد عايد. هدف جميل جدا، كرة ثابتة أتت بهدف جميل لمصلحة نادي الكهرباء. أحمد عايد الذي وضع هدف جميل جدا. أحمد عايد طبعا يسجل ثاني أهدافه أحمد عايد سجل طبعا ثاني أهدافه في دور نجوم العراق، وهدف التعادل
هدف بطريقة جميلة من أحمد عايد. هنا رأسية وانجا لكن عدم وجود المتابعة. هدف أحمد عايد سجلها في الدقيقة 38. نعم، لاعب متميز جدا هذا اللاعب، لاعب يساري لكن وضع الكرة بهذه الطريقة يعني طريقة كبار. نعم، على طريقة الكبار وضع هذه الكرة، كرة جميلة جدا. كرة الآن اصطدت، ماذا هناك؟ هذا التنفيذ الخطأ من رمية جانبية. هلا وفاق يتكلم مع الحكم المساعد، هو هلا وفاق الكابتن. الأمطار ما زالت تهطل على ملعب اللقاء، ملعب نادي الزوراء، هذا الملعب الجميل. كرة الآن روى يوسف، روى يمرر الكرة، هناك لي هلا، وهلا وقطعة الكرة عادت لأحمد عايد. أحمد عايد تمريرة لمصلحة منتظر عادل، عاد من جديد إلى جهة اليسار، منتظر إلى حسام، حسام تمريرة أمامية قطعت من لاعبي نادي أربيل. سيدريك، وهناك خطأ، خطأ على الكاميروني فرانك سيدريك بعد كرة مشتركة مع حسام كاظم. هل هناك بطاقة صفراء أم يكتفي فقط بالخطأ سالم عامر؟ شاهد هنا اللقطة، اليد كانت على الوجه من قبل فرانك سيدريك في هذه اللقطة. نعم، شاهد هنا من زاوية واضحة تماما، وبالتالي خطأ على فرانك سيدريك. خلاص روح رياضية موجودة ما بين سيدريك وحسام كاظم، وبدأت الأمطار تزداد. راضي شنيشلي عاين على الساعة، كابتن راضي متبقي ثلاث دقائق على نهاية 45 دقيقة، على نهاية 45 دقيقة. كرة الآن يحاول جلال لقمان لكن قطع الكرة من خضر علي، وهناك خطأ على اللاعب خضر علي، خطأ على اللاعب خضر علي. هل هناك بطاقة صفراء؟ فقط يكتفي بالخطأ. شاهد هنا اللقطة، وخضر علي دخول لا يستحق البطاقة الصفراء بهذا الدخول. نعم، شاهد زلق حيدر عبد الكريم، وهنا دخول قوي. نعم، دخول قوي من خضر علي يستحق فيه البطاقة الصفراء، لكن يكتفي سالم عامر فقط بالخطأ، لا وجود العقوبة الإدارية. كرة الآن كارداغلي، كرة إلى الأمام إلى الخارج، رمية جانبية لكن شوط أول مثير جدا ما بين الفريقين. نعم، تقدم فريق أربيل بهدف جلال لقمان في الدقيقة 11، وعدل أحمد عايد من هدف جميل في الدقيقة 38. كرة الآن يحاول الآن أحمد عايد، لكن هناك خطأ آخر على ربين سلاقة. حذار يا ربين، لديك بطاقة صفراء. أحمد عايد عذب ريبين في لقاء اليوم. خطأ الآن لمصلحة نادي الكهرباء، خميس المعواني للعب الكرة، خضر علي محمد بن طرشة، تمريرة أمامية عالية اتجاه منتظر عادل، وهناك راية وتسلل على منتظر عادل، كان في موقف تسلل. فرانك سيدريك يحاول المرور، فرانك سيدريك سبق واللعب لنادي الكهرباء. خطأ على حسام كاظم. خلاص دخلنا الدقيقة رقم 45 والأخيرة من الشوط الأول. شاهد حسام كاظم والخطأ بعد الدخول على فرانك سيدريك في هذه اللقطة. لا داعي للاعتراض بحسام كاظم، الخطأ موجود. أسامة يلعب الكرة، يحاول الآن هيغور تمريرة مقطوعة. خميس المعواني تخلص من فيدال، وتمريرة أمامية وانجا يضغط على فرنانديز. رونالد وانجا الكاميروني يضغط على البرازيلي،
وافتك الكرة، افتك الكرة الكاميروني بالقوة بالشجاعة، افتك الكرة من أمام البرازيلي، مرر الكرة خاطئة، عادت إلى جيلان، جيلان إلى من؟ إلى فيليب، فيليب إلى بن سودا، بن سودا انفرد، بن سودا تقدم، يحاول بن سودا، ما زال يحتفظ بالكرة داخل منطقة الجزاء، لكن خلاص دلاهي قطع الكرة، وهناك راية وتسلل على التونسي يوسف بن سودا، والحكم سالم عامر يضيف دقيقتان كوقت إضافي على أحداث الشوط الأول. شاهد هنا اللقطة، نعم بن سودا متقدم، وبالتالي تسلل صحيح على التونسي الذي حاول في أكثر من مرة لكن اصطدم بالحارس محمد عباس. خضر علي، خضر مر، عدى خضر من الأول والثاني، ما زالت مع الكرة، يمرر سويعيد، سويعيد بالقرب من كردغلي، سويعيد روى يوسف يحاول مع كردغلي بقطع الكرة، لكن نعم الكرة قطعت. جيلان لقمان يحاول الآن، فيدال إلى جيلان إلى فرانك سيدريك، استلام الكرة بصورة جميلة ويمرر تمريرة أيضا جميلة لجيلان لقمان، جيلان لقمان يحاول الآن تمريرة لكن قطعت من دلاهي. دخلنا الدقيقة الثانية والأخيرة المضافة على أحداث الشوط الأول، وصلت الآن لجيلان لقمان، جيلان يحاول تمريرة الآن هنا العرضية لكن الابعاد من دلاهي، عادت من جديد، وهناك تسلل على اللقطة الأولى، نعم على اللقطة الأولى على جيلان لقمان. ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الكهرباء، يتركها بن طرشة للحارس محمد عباس. ثواني وتنتهي الدقيقتين، نعم انتهت الدقيقتين، وهنا الحكم سالم عامر ينهي أحداث الشوط الأول بتعادل الفريقين هدف مقابل هدف. تقدم أربيل عن طريق جيلان لقمان في الدقيقة 11، وعدل أحمد عايد في الدقيقة 38 بهدف جميل جدا عن طريق هذا اللاعب الواضح بالصورة. نعم شاهد الإعادة، الله على اللقطة، الله على التسديدة، تسديدة متقنة تماما. حبة المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، استراحة قصيرة ونعود إليكم مجددا. ينطلق كرار، ممكن المهارة من كرار، يحاول يسدد هيليو والضغط على كرار، ينتظر كرار،
يهيئ داخل منطقة الجزاء حميد الطائي، ممكن الميناء داخل منطقة جزاء أربيل. يلا يا حميد داخل منطقة الجزاء، كرار جعفر يفعلها ويسجل، كرار جعفر يفعلها ويسجل الميناء. السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل، السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل. الميناء يسجل في مرمى أربيل، الميناء يسجل في مرمى أربيل بهدف جميل عن طريق الصغير الماكر كرار جعفر، يسجل في مرمى أربيل بهدف قاتل فعلها الميناء، فعلتها السفانة في هذه اللحظات بهدف عن طريق كرار. لاحظ الإعادة، لاحظ حميد الطائي مرر كرة جميلة لكرار غير متسلل كرار ويضعها على يمين حارس المرمى دولوفان مهدي. يسجل الآن فريق الميناء عن طريق كرار جعفر هدف جميل في مرمى أربيل ليعلن عن هدف قاتل في هذه اللحظات. تلعب عالية، لفة ممتازة في منطقة الجزاء، متابعة، الله، جول للكناري، جول للكرخ، وجعفر وسط الأمطار يسبح في استاد الكرخ، يسبح في استاد الساحر. أحمد راضي وجعفر عبيس يطوف يغوص يحاول يسجل، وكور يحيي كرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب، ولكنهم الكرخ، ولكنهم الكناري، ولكنهم في وجه عطائهم. تجد الشباب حاضرة. هذه كرة من يونس غني أرسلت من دون أوفسايد، الأولى لعبت، الثانية وصلت، والمحاولة في الجول. الهدف شرعي، الهدف من غير أوفسايد، لا أوفسايد، نو أوفسايد. والكرة في المرمى، رأسية أولى، متابعة ثانية، والكرة بالمباشر في الجول. هذه رأسية عمر وصلت إلى من؟ وصلت إلى بنيامين، الكور إلى جعفر، والكرة وهدف أول، وإيقاف المتصدر مهما قد يفعلها عبد الجبار. من جانب لاعبي زاخو تترك الآن إلى من؟ إلى أحمد ياسين. أين ناصر؟ هذا ناصر محمد، الله، اليماني يحضر الآن، يعيد زاخو إلى التعادل. المتصدر لا يتعثر، لا يخسر، يعود إلى المباراة بصدمة كبيرة في الكرخ، بصدمة كبيرة. هنا جمهور زاخو، هنا الانفعال، هنا هستيريا في المدرج، هنا عودة أبناء الخمور. لاحظ الكرة وصلت عالية من دون أوفسايد، تركت لمن؟ تركت للأسود. هذا الأسود وضع الكلمة، أثر الصندوق موجود، أثر الصندوق الأسود موجود، حاضر في أرضية الملعب. لذلك الهدف قادم، والهدف وتا. وصلت إلى ناصر، كنترول عالمي، قراءة رائعة، وشاكر يتفرج. هذا الكنترول سوبر من ناصر، وتسديد سوبر، وسوبر ناصر يعيد زاخو إلى المباراة، يعيد زاخو إلى التعادل. أبناء الخابور عن طريق السوبر ناصر محمدو. العراق بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن، جول. هذا هو التقدم، وهذا هو الهدف الأول. انتظروا كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيء المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست كان من عباس عادل لأحمد عايد، شاهد عايد لمنتظر عادل، والهدف الأول الصناعة من أبناء عادل لأحمد عايد، ومنتظر عادل وضعها في المرمى. أعطني اللقطة الأولى من عباس عادل لأحمد عايد، وصلت لأقدام منتظر عادل ليسجل ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء بهدف أول. نعم، بالهدف الأول بسرعة البرق أضعها ووسكنها الشباك. الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. هذه الكرة بالراس تتخلص وتعود هناك بنقلة مضت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب وونغا رونالد. بهذه الكرة
لتعود هناك بنقلة، لا بتصويبه، مضت ممكن التعادل. جول! يأتي هدف التعادل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا، للكتيبة البرتغالية. تعدلت الأمور، تعدل المزاج البرتغالي لديالا، لمدينة البرتغال. يأتي هدف التعادل من البديل. هذا المرور كانوا يظنون بأنها تسلل، لكن لويس بهاما لن يقف مكتوف الأيدي ويتحرك بسلاسة ليعدل الأمور لمصلحة نادي ديالا، ويسجل هدف التعادل بالمباراة في الوقت القاتل. يأتي هدف التعادل عن طريق البديل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالا. هي مباراة بكل تأكيد يعني مباراة صعبة على الزوراء، ولكنها ليست مستحيلة، وصعبة على النجف ولكنها ليست الله ليست مستحيلة، ليست مستحيلة على الزوراء، ليست مستحيلة على النوارس. جول! سجل الزوراء. إنها أيام العودة يا زعيم، إنها أيام العودة يا زعيم. العودة والحنين إلى الماضي أمر حتمي، أمر حتمي. عودة الزعامة، عودة الزعامة، عودة السيادة يا سادة. اي نعم، اي نعم، اي والله، اي والله، بهكذا طريقة، بهكذا طريقة. الله 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 على الهدف الجميل. يوه يوه أرضية الملعب. إبراهيم توميو يحاول أن يمر، بعد ذلك الكرة فيها عودة وسرهان. حكم المباراة صفر، صفر أو لا، صفر أو لا، صفر ربما، أو جول ثاني، جول ثاني يحتسب، يحتسب، يحتسب لمصلحة الزوراء. سرهنج محسن في اللقطة الماضية، والكرة مرت إلى داخل الشباك ليتقدم الزوراء. يحتسب الهدف. اللاعب والعودة لحارس المرمى، وبعد ذلك حارس المرمى اللي كان يعني يحاول ابعاد الكرة. شوف 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 الإعادة، ابعاد خاطئ كلف الفريق هدف ثاني، يكلف الفريق هدف ثاني لمصلحة الزوراء. شوف الكرة، هذه الكرة اللي نقول عنها غدارة. باز علي يتقدم، علي سدد، جول، جول! الله! سجل النجف، سجل النجف. قوية في قلب المرمى، قوية في قلب المرمى، قوية في وسط المرمى. كرة ملعوبة لشريف، عالية الكرة ترسل للأمام، والضربة الرأسية والمحاولة مستمرة. الله! ظهر التنزاني سايمون مسوفا سجل للطلبة. يتقدم الطلبة بأول أهداف المباراة بكرة يسارية في وسط المرمى ليتقدم الطلبة. سجل الطلبة أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. سايمون مسوفا صاحب الأهداف الأربعة يسجل هدف الخامس من خلال هذا الموسم، وبالتالي هدف مقابل لا شيء عن طريق التنزاني سايمون مسوفا. شوف الكرة بدأت من شريف
شريف أرسل الكرة عالية، وبعد ذلك لؤي الهاني، ومن ثم مرت على لاوندي ولكنها ما مرت على الأسمراني، ما مرت على الأفريقي، ما مرت على التنزاني، ما مرت على سايمون، ما مرت على مسافة، وبالتالي يتقدم بأول الأهداف للأنيق للطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. 5 دقائق. هنا الكرة تخطف من قبل مهدي كامل، مهدي تقدم، مهدي تمريرة، سايمون للثاني، الله، جول ثاني، هدف ثاني لأنيق العاصمة، هدف ثاني لأنيق العاصمة. إنها العودة التي ستكون أقوى بلا شك. انتظروا عودتي بعد الغياب. نحن فريق الأمس واليوم وغدا. نعم، هكذا هي العودة، وهكذا هي المباراة، وهكذا هي الأهداف سجلت. وهنا هدف قاتل للمرة الثانية. يظهر لنا الأسمراني، يظهر لنا التنزاني ليسجل ثاني الأهداف. سايمون مسافة، وسايمون يسجل 6 أهدافه من خلال هذا الموسم. شوف سايمون يحتفل بهذه الطريقة. 0-0. هنا محاولة، محمود يحاول يعدي، يبحث عن كرة عرضية، وهذا علاء بالروس، جول لأومارو، رأسية جميلة لصقور الغربية، ارتقاء جميل ورائع ليوسف أومارو اللي يسجل أول أهداف المباراة. فرحة الجماهير وفرحة السيد أحمد خلف بهدف ولا أروع لهذا اللاعب يوسف أومارو بعدما سجل في مرمى القوة الجوية ونوروز. ها هو يسجل الآن في مرمى الحدود. هدف رائع جدا، هدف جميل. شوفها بالإعادة، علاء الدين، كرة عرضية رأسية، يا سلام يا سلام. شوف علاء وضعها على رأسه، وبالتالي خلاها في الشباك ليسجل أول أهداف المباراة. واحد القرمة لا شيء الحدود. نعم، بهذه اللقطة، بهذا الارتقاء للأسمراني يسجل يوسف أومارو. محاولة الانطلاقة لمصلحة علاء، ينقل له كرة، يبحث عن المنطلق. هذه خطيرة، محمود، يا سلام. هذا البديل، هذا اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. نعم، محمد عدنان دوحي يسجل لمصلحة القرمة ثاني الأهداف. وهذه فرحة دوحي وفرحة الجماهير بعدما سجل في مرمى الشرطة وكذلك الحدود ونفط البصرة والميناء. يسجل الهدف الخامس الشخصي له وثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. هدف رائع جدا. شوف الخطأ الدفاعي، بعد ذلك خطفها وضعها في الشباك. صعبة على حيدر باسم. يسجل ثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. لا شيء. محمد عدنان يبدو اللاعب البديل، تغيير اللي أجراء السيد أحمد خلف في فترة الاستراحة، وبالتالي يضاعف نتيجة. يوسف بن سودة وفرانك مرت من الجميع، يصل الى الكره. منتظر عادل يحاول المرور من امام هالافاق، يلعب الكره العاليه ايضا بعيده الى الخارج. ركله مرمى. شاهد اللقطة ما بين المعواني وفيدال.
بالسلامة، بالسلامة للبرازيلي إيغور فيليب فيدال. نيشد مدرب نادي الكهرباء. مدرب نادي اربيل. السلامة للاعب فيدال. مرور جميل، مرور جميل من روى يوسف. روى يوسف يمرر الى فيدال لكن قطعت من سويعيد وخضر علي. تمريرة امامية طويلة يضغط احمد عايد على حسين علي، لكن حسين علي يلعب الكرة العالية، عالية وطويلة، هنا بالراس من اللاعب فيدال لكن اقرب لدلاهي. محمد دلاهي تمريرة هناك لخضر علي من جهة اليمين. خضر علي الى حيد او المعواني. المعواني لخضر علي من جديد. المعواني تمريرة قطعت، عادت مصلحة نادي اربيل. اربيل اسامة رشيد تمريرة جميلة الى يوسف بن سودا. بن سودا تصويبة من هذه الزاوية صعبة جدا يا بن سودا، صعبة جدا هذه التصويبة. نعم من هكذا زاوية يعني أشبه بالمستحيلة تدخل هدف، أشبه بالمستحيلة. يعني كان بالإمكان أن يتعامل مع الكرة بصورة أفضل، لكن يبقى اللاعب بثواني. هنا محاولة ضغط على سولاقة، افتك الكرة. وانجا وصلت إلى المعواني. المعواني لوانجا من جديد. وانجا هل يصوب؟ تصويبة من وانجا. ماذا تفعل يا رونالد؟ ماذا تفعل يا رونالد؟ أي تسديدة من هذا المحترف يعني لا أعرف يعني لا هي تسديدة لا هي تمريرة لا هي تصويبة. هذه الكرة المشتركة ما بين رونالد وانجا وربين سولاقة. وهنا الشاهد وانجا كيف صوب الكرة يعني بطريقة سيئة تمام. يعني وين ذهبت باتجاه المدرجات من هذا رونالد، من هذا الكاميروني. فرنانديز تمريرة أمامية فرنانديز. يحاول الآن يوسف بن سودا يضغط على دلاهي. دلاهي قطع الكرة، يمرر لحسام كاظم. حسام كاظم تمريرة لكن اصطدت بفرانك سيدريك إلى الخارج. رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي الكهرباء. 5 دقائق أولى من الشوط الثاني والتعادل ما زال. نتيجة الشوط الأول ما زالت صامدة في ال5 دقائق الأولى من الشوط الثاني، والأمطار ما زالت تهطل على ملعب الزوراء الذي يستضيف هذا اللقاء ضمن مباريات الجولة ال25. اليوم الأخير مباريات الجولة ال25 يعني شاهدنا نتائج متباينة. تعادل إيجابي بين الكربلاء والكرخ. القاسم يحقق الفوز على نوروز بهدف مقابل لا شيء. الميناء يفوز على نفط بالثنائية نظيفة. القرمة وديالة حبايب تعادل سلبي. الطلبة أمام الزوراء في ديربي من دربيات العاصمة بغداد. طبعا خسارة للطلبة هدف مقابل 2 للزوراء. النجف والفوز على الحدود ب3 مقابل هدف 1. وتستأنف مباريات اليوم دهوك وزاخو والكهرباء واربيل والشرطة والقوة الجوية ونفط البصرة ونفط ميسان. يعني هذه الجولة جولة الدربيات. بالسلامة لفرانك سيدريك وسالم عامر. سالم عامر يطلب الرجوع من الكادر التدريبي. وماذا هناك؟ هل هناك بطاقة صفراء؟ تدخل من منتظر عادل، تدخل قوي كان على فرانك سيدريك. شاهد اللقطة وتدخل قوي من الخلف من منتظر عادل على اللاعب فرانك سيدريك والمطالبة ببطاقة صفراء. وهنا كلام كادر التدريبي وكلام مع سالم عامر. وهناك بطاقة صفراء، بطاقة صفراء على من؟ هل كانت على المدرب؟ ويطلب الهدوء. نعم مطالبة بالهدوء، يطلب الهدوء. سالم عامر يجب أن تكون أكثر هدوء يا كابتن سالم عامر. نعم العصبية الزائدة أيضا مرفوضة من قبل حكم اللقاء. نعم الحزم الشدة يجب موجود لكن العصبية لا، مرفوضة. تلعب الكرة من الأفواق. هنا الإبعاد من وانجا وصلت لمنتظر عادل. منتظر عادل وهناك خطأ على هالأفواق، خطأ على هالأفواق. منتظر عادل يترك الكرة لحسام كاظم. حسام كاظم على لعب الكرة
سالم عامر يطلب من حسام كاظم لعب الكرة سريعا، وحسام كاظم يتركها لدلاهي. تأخير بلعب الكرة، نعم بطاقة صفراء مستحق، بطاقة صفراء مستحقة على حسام كاظم. خلاص أنت يعني وضعت الكرة يجب أن تنفذها، وبعد أن تتركها تحصل على بطاقة صفراء. نعم بطاقة مستحقة على حسام كاظم بسبب تأخير اللعب. وشاهد السيد رافت نيشل وقصي منير نجمان من نجوم منتخبنا الوطني السابقين. سيد رافت نيشل لعب مع المنتخب الوطني لفترة طويلة جدا، يعني تكلم في بداياته كانت عام 90 وفي بداية الألفية اعتزل مع المنتخب الوطني، مشوار طويل للكابتن راضي. نعم بطاقة صفراء لحسام كاظم. حيدر عبد الكريم يلعب الكرة الآن لمصلحة منتظر عادل، منتظر عادل يحاول المرور، يمرر له حيدر، حيدر يلعب الكرة العالية، أين المتابعة؟ كرة بعيدة على الجميع إلى الخارج، إلى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. الهوليري آخر مباراتين خسرهما، خسر أمام مينا في ملعبه وأمام الزوراء خسر هنا في هذا الملعب برباعية. هل أيضا يخسر في المباراة الثالثة؟ بينما الكهرباء آخر 3 مباريات أيضا لم يحقق الانتصار، خسارة من الزوراء وتعادل مع ديالى وكربلاء، والآن أيضا متعادل مع فريق أربيل. أسامة رشيد يضغط، منتظر عادل على أسامة، لكن أسامة نجح بالمرور مع الكرة. أسامة ما زال يحتفظ بالكرة ويمرر لريبين سولاقة، يضغط سويعيد، يمرر سولاقة لكاردغلي، خالد كاردغلي يحاول السوري المرور والتقدم. هنا التمرير لجيلان، لكن ممتاز من بنطرشة، ابعاد للكرة الى رمية جانبية، رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. بداية الشوط الثاني ليس كما كان الحال في بداية الشوط الأول. من جديد ريبين سولاقة، سولاقة تمريرة ليراوا لا كاردغلي، كاردغلي جيلان يحضر الكرة بصورة جميلة لفيدال، 1-2 ما بين السودة وفيدال، فيدال يحاول لكن قطعت الكرة من خضر علي من أمام البرازيلي فيدال إلى الخارج إلى ركلة ركنية. كيلان لقمان يتركها إلى فيدال، ركنية الآن سوف يلعبها على الأوفاق أم فيدال البرازيلي. هلا وفاق مع فيدال، تلعب قصيرة، فيدال يلعب الكرة، اصطدت، قطعت من منتظر عادل، عادة من جديد لمصلحة نادي أربيل. كاردغلي يغير اللعب تماما إلى فرانك سيدريكس، يلعب الكرة بصورة جميلة، سيدريك يلعب الكرة العالية، وهنا الرأسية المحاولة من جيلان. أسامة رشيد يحضرها إلى فيدال إلى كاردغلي، كاردغلي أيضا كرة عالية وسهلة للحارس محمد عباس مع الكرة، يلعبها بإيده مسرعا، باحث عن الهجوم المرتد. أحمد عايد، يا الله يا الله، أحمد عايد يمتعنا بلمساته، متعنا بهدفه الجميل. حيدر عبد الكريم تمريرة، هل يلحق بها سويعيد؟ يلحق سويعيد بصعوبة، الكرة خرجت، نعم خرجت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. تمريرة كانت صعبة من حيدر عبد الكريم. أسامة رشيد إلى ريبين سولاقة، لديه بطاقة صفراء ريبين سولاقة. أسامة إلى ريبين سولاقة مجددا، تمريرات قطعت، عادت لمصلحة منتظر عادل، يحاول المرور، منتظر يلعب الكرة إلى الخلف، وصلت إلى خضر علي إلى حيدر عبد الكريم، إلى خضر علي مجددا، خضر مر، انطلق من جهة اليمين، لا وجود للخطأ، تلعب الكرة، وصلت إلى جيلان لقمان مصلحة نادي أربيل. جيلان لقمان مع الكرة، يمر لها بن سودا بالقرب من فرانك سيدريك، قطعت، عادت لأسامة رشيد إلى فرانك سيدريك، لكن بعد من حسام كاظم. دلاهي يحاول مرة أولى وثانية، دلاهي لعب الكرة، حيدر عبد الكريم تمريرة إلى وانجا رونالد،
رونالد الكاميروني من امام البرازيلي، سباق سرعه ما بين الثنائي، يحاول رونالد لكن فرنانديز بالقرب من رونالد، ما زال يحتفظ بالكره. تمريره قطعت الى الخارج، رميه جانبيه لمصلحه نادي الكهرباء، لعبت سريعا من حسام كاظم الى خميس المعواني الى حسام كاظم، من جديد للمعواني. يحاول فريق الكهرباء البحث عن هدف التقدم، ونشاهد هناك 3 تغييرات دفعة واحدة لمصلحة نادي الكهرباء، 3 تغييرات دفعة واحدة لمصلحة نادي الكهرباء إلى الخارج. خضر علي دافع اليمين لنادي الكهرباء، مرور جميل اللاعب فيدال، تمريرة هنا لجيلان لكن قطعت من خضر علي، عادت لمنتظر عادل. منتظر بصورة جميلة امام الكردغلي، منتظر يمرر الى المعواني لاحمد عايد، لكن متابعة دفاعية كانت وقطعت الكرة، والحكم سالم عامر يعطي مبدأ الفائدة الادفانتج، والتمريرة خاطئة من لاعب نادي اربيل فيدال. عادت، شاهد هنا اللقطة المشتركة وروح رياضية كبيرة من سويعيد، يلعب الكرة إلى الخارج وهنا بطاقة صفراء على أحمد عايد. نعم، عاد الحكم إلى اللقطة واحتسب بطاقة صفراء على أحمد عايد. سولاقة يتكلم مع أحمد عايد. 3 تبديلات، حسين جاسم ونهاد محمد ووقاع رمضان، يعني تبديلات على مستوى الهجوم بالنسبة للسيد راضي شنيشن. وقاع رمضان بديلا لوانجا رونالد، ونهاد محمد بديلا لمنتظر عادل. وحسين جاسم بديلا لحيدر عبد الكريم. حسين جاسم سجل هدف في مرمى اربيل في مباراة الذهاب. أمطار الخير ما زالت تهطل في العاصمة بغداد وأيضا بقية مدننا العراقية الجميلة. لقطة قطع الكرة، لكن أحمد عايد نال البطاقة الصفراء بسبب هذه اللقطة المشتركة مع اللاعب فرانك سيدريك. 60 دقيقة مضت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، والتعادل الإيجابي لغاية الآن ما بين الكهرباء وأربيل ضمن مباراة الجولة 25 من دوري نجوم العراق. تمرير الآن أمامية بعيد على وقاع رمضان من محمد بن طرش إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي أربيل، تلعب من حسين علي هلا ولفرانك سيدريك بن سودا، لا سيدريك من جديد. هنا تمرير الجيلان لقمان استلم الكرة من امام خضر علي. جيلان يلعب الكرة العالية، يحاول هلا فوق دية الكرة لكن ابعاد من حسين جاسم البديل. هلا فوق مجددا يلعب الكرة وبن طرشة، وابعاد ليس بالابعاد المثالي. عادت الكرة، يحاول احمد عايد، مر احمد عايد، انطلق احمد عايد. يا الله على هذا المهاري، يا الله على هذا الفنان. مرر الكرة لسويعيد، لاحمد عايد لسويعيد، والكرة الخطيرة جول. هدف ثاني لمصلحة نادي الكهرباء، هدف يدرس، هجمة مرتدة يجب أن توضع في مناهج كرة القدم. أي هجمة مرتدة بقيادة أحمد عايد، لمسة لمستين والثالثة بالجول. الله على اللمسة، لا يا المخرج عيدها منذ البداية. أحمد عايد بأسس جميل، وسويعيد أخذ الزاوية المناسبة وسجل الهدف الثاني. لكن أتمنى من المخرج أن يعيدها، أن منذ اللقطة الأولى، منذ استلام الكرة من أحمد عايد، كيف عدى من لاعبي نادي أربيل ولعب 1-2 مع سويعيد، وهجمة مرتدة
تدرس. هجمة مرتدة مثالية لنادي الكهرباء للبرتقالي الذي يسجل الثاني في مرمى الهوليري ويجعله يعاني. هدف ثاني لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء بعدما كان متأخر منذ الدقيقة 11 الآن يتقدم عن طريق محمد سويعيد في الدقيقة 62. سويعيد يسجل الهدف الثاني. يحاول الآن وقع رمضان تمرير الكرة لكن طالت، وصلت إلى حسين علي. نعم، فريق الكهرباء وفريق أربيل مباراة الذهاب شاهدنا فيها 7 أهداف، الآن الإياب شاهدنا 3 أهداف، بما بين الذهاب والإياب 10 أهداف 10 أهداف. لكن بصراحة يعني الهجم هجمة منظمة، هجمة مرتدة، هجمة جميلة جدا من فريق الكهرباء. فرانك سيدريك يحاول. أربيل الآن هو المطالب بالتعديل، هو المطالب بتسجيل الأهداف. الكهرباء يتقدم الآن بهدفين مقابل هدف واحد، يبحث عن فوز يكون رقم 7 بالنسبة لنادي الكهرباء، لكن أربيل ما زال موجود، لم يرمي المنديل. حسين علي يمرر الكرة إلى البرازيلي فرنانديز تمريرة طويلة باتجاه جيلان، وطرشة موجود، قاطع الكرة محمد بن طرشة، عادت إلى حسين جاسم. حسام كاظم تمرير الآن، يحاول الافواق من امام اللاعب نهاد محمد، لكن تمريره هنا الان هل كان متسلل وقاع، لكن حسين علي موجود في التغطيه وعلى طريقه مانويل نوير لعب الكره، لكن نعم كان متسلل وقاع رمضان في هذه اللقطه. تبديل خروج فرانك سيدريك بالنسبه لنادي اربيل. بدأت التبديلات. نعم، يمتلك هيلكورت قيس، مصطفى قابيل، شركو كريم، هذه الاسماء الهجوميه. نعم، هنا شركو كريم يدخل مع مصطفى قابيل، ثنائي هجومي. مصطفى قابيل مهاجم منتخبنا الشبابي، شركو بديلا لجلال لقمان صاحب الطعم الذي سجل الهدف. شركو كريم الكابتن والقائد يدخل الآن، ومصطفى قابيل يدخل بديلا لفرانك سيدريك. محاولات الآن من المدرب اشراك لاعبين على المستوى الهجومي. كرة الآن ريبن سولاقة، يحاول الآن روى يوسف، وسط الملعب لمصلحة أسامة رشيد. يحاول الآن فيدال إلى أسامة، يحاول الآن تمريرة جميلة من شيركو. خالد كردغلي من جديد، تمريرات جميلة هنا، المحاولة رأسية مصطفى قابيل بعيدة تماما. مهاجم منتخبنا الشبابي يمتلك هدفين مصطفى قابيل. نعم، يمتلك هدفين مصطفى قابيل، ورأسية قابيل ذهبت بعيدة عن المرمى إلى الخارج، ركلة مرمى. بالسلامة لأسامة رشيد الذي يعاني من إصابة. هل يستطيع إكمال اللقاء؟ على ما يبدو يعاني. سالم عامر يطلب الكادر الطبي. بالسلامة لأسامة رشيد. دخول شركو كريم صاحب 7 أهداف، ومصطفى قابيل أيضا لديه هدفين. شاهد هنا اللقطة ورأسية مصطفى قابيل، لم يتعامل مع الكرة بالصورة الصحيحة وإلى الخارج. شاهد هذه اللقطة ودخول قوي من حسين جاسم على أسامة رشيد. السلام لأسامة رشيد. فريق الكهرباء هل يحقق الفوز بعد 3 مباريات لم يستطيع تحقيق الفوز، وأربيل يتعرض للخسارة الثالثة على التوالي، لكن ما زال الأمر مبكر.
نتكلم عن 67 دقيقة، يعني منتصف الشوط الثاني، تبقي ما يقارب 23 دقيقة. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي الكهرباء الذي يتقدم على أربيل بهدفين مقابل هدف واحد. أهداف الكهرباء اليوم جميلة وجميلة جدا. هدف أحمد عايد لا أعتقد سوف يكون هدف الجولة. كرة الآن ركلة مرمى، محمد عباس يأخذ وقته بالكامل قبل لعب الكرة. لعب الكرة وصلت إلى من؟ إلى اللاعب وقع رمضان. تلعب الكرة وهذا نهاد محمد، نهاد يلعب على حسام، حسام يلعب الكرة لكن تصطد بمصطفى قابيل إلى الخارج. رمي جانبي، هذا هو مصطفى قابيل لاعب منتخبنا الشبابي الذي شاهدناه في بطولة آسيا للشباب الأخيرة. سجل هدف جميل في مرمى استراليا في دور الثمانية، لكن لم يسعفنا الحظ في هذا اللقاء، خسر فيها منتخبنا 3 أهداف مقابل هدفين بقيادة العمدة عماد محمد، لكن لم ينجح هذه المرة بالتأهل إلى كأس العالم. رأسية اللي بعد منها الأفواق عادت لمصلحة أحمد عايد. أحمد عايد في مباراة كبيرة اليوم، نعم مباراة كبيرة لأحمد عايد. قطعت الكرة إلى الخارج، رمية جانبية، والكرة رمية جانبية لمن؟ لأربيل. هل لمست أحمد عايد؟ هنا اللقطة ما بين هلا وفاق وأحمد عايد، والحكم يقول الرمية لمصلحة نادي أربيل. خميس المعواني يمرر الكرة لبن طرشة، بن طرشة لخضر علي، مصلحة نادي الكهرباء. خضر علي تغيير اللعب من اليمين إلى اليسار، أقرب لها هلا وفاق بالرأس إلى مصطفى قابيل، من جديد لهلا إلى مصطفى قابيل. سريع مصطفى قابيل، سريع مصطفى قابيل، لكن ممتازة من حسام كاظم. هل هناك خطأ؟ لا وجود للخطأ. الحكم المساعد قريب جدا من اللقطة، ومصطفى قابيل ساقط على أرضية الملعب. هنا المحاولة لكن قطع الكرة من الأفواق. روى يوسف إلى فرنانديز، فرنانديز إلى فيدال. هنا حسام كاظم هل لعب على الكرة مع القدم؟ لا، لعب على الكرة، لعب على الكرة وليس على قدم مصطفى قابيل. هنا التمريرة الأمامية، يحاول بن سودة لكن أقرب لها محمد عباس، أقرب لها الحارس محمد عباس. بن طرشة يلعب الكرة العالية باتجاه سويعيد صاحب الهدف الثاني، رأسية كردغلي إلى الخارج. يعني دفاعات أربيل تعاني في هذا الموسم، يعني نتكلم عن 24 مباراة لغاية الآن يستقبلون 40 هدف. رمية جانبية الآن لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء يبحث عن هذه الثلاث نقاط، 3 نقاط ثمينة جدا، يعني تبعده عن مراكز الهبوط. هنا حسام كاظم تصويبة اصطدت بفرنانديز، عادت لأسامة رشيد، يحاول الآن شيركو لكن قطعت. أو هنا منتظر عادل، تصويبة لا منتظر عادل، إنما خميس المعواني. منتظر عادل خلاص خرج ودخل بداعنا نهاد محمد، هذا هو خميس المعواني الذي صوب الكرة الأخيرة لكن اصطدت وذهبت الخارج. 70 دقيقة مرت أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وتقدم الكهرباء على أربيل بهدفين مقابل هدف واحد. راضي شنيشل يبحث عن فوز من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، أما أربيل أيضا يبحث عن انتصار بعد خسارتين متتاليتين. هنا الآن أحمد عايد يلعب الركنية على القائم الأول، رأسية وابعاد من فرنانديز، عادت لمصلحة نادي الكهرباء. يحاول الآن أحمد عايد، يا الله يا أحمد عايد، يا الله يا أحمد عايد، الأول والثاني لكن قطعت، عادت. يحاول الآن فريق وهناك خطأ، خطأ عاد إلى اللقطة الأولى الحكم سالم عامر، خطأ لمصلحة نادي أربيل. ريبين سولاقة، سولاقة يمر إلى روى يوسف، كردغلي، خالد كردغلي، ريبين سولاقة، سولاقة يطلب من اللاعبين التقدم إلى الأمام، يمرر إلى روى من جديد. فرنانديز يلعب الكرة العالية، هنا رأسية يوسف بن سودة يحاول لكن دلاهي، دلاهي أقرب، دلاهي أقرب وأبعاد للكرة. يحاول الآن فريق أربيل، شيركو كريم، قطعة الكرة من شيركو، عادت لروى يوسف، روى يوسف مع الكرة. أيضا هناك لاعب من لاعبي نادي أربيل سقط على أرضية الملعب بالسلامة، بالسلامة، اللاعب البرازيلي فيدال.
هناك تبديل سفين منصور يدخل الآن بديلا لأسامة رشيد. سفين منصور أيضا سجل في مباراة الذهاب. تبديل ثالث بالنسبة لفريق أربيل، يحاول من خلال هذه التبديلات أن يعود إلى هدف التعادل، أن يسجل التعادل على الأقل، أن يعود بنقطة من هذا اللقاء. بالسلامة للاعب فيدال. شاهد الهدف الجميل، لو اللقطة منذ البداية يعني أحمد عايد، يعني لقطة هجمة متميزة جدا. هدف جميل، هدف الثاني. تلعب الكرة الآن. روى يوسف. مرور من شركو كريم، شيركو بالسرعة، شيركو بالإثارة. هل هناك خطأ؟ الحكم قريب يقول لا وجود لشيء، يقول لا وجود لشيء، والمطالبة ركلة جزاء. هنا الهجوم المرتد لمصلحة نادي الكهرباء. أحمد عايد الخطير أو حسين جاسم يمرر الكرة إلى من؟ إلى البديل نهاد محمد. نهاد محمد إلى وقاع رمضان. وقاع رمضان يحتفظ بالكرة. وقاع يحاول المرور بالقرب من سويعيد. نعم يمر لسويعيد. سويعيد إلى أحمد عايد. إلى سويعيد مجددا. يحاول لاعبي فريق الكهرباء أن يمتلكون الكرة، أن يستحوذون على الكرة من أجل استهلاك بعض الثواني. هنا اللقطة ما بين الشركو كريم وخميس المعواني، والكرة الآن وصلت داخل منطقة الجزاء. يحاول حسين جاسم، لكن الواجبات الدفاعية لمصطفى قابيل أبعدها إلى ركلة ركنية. مصطفى قابيل وأبعاد الكرة إلى ركلة ركنية. وركنية الآن لمصلحة نادي الكهرباء. هذا هو حسين جاسم البديل الذي دخل بديلا للاعب حيدر عبد الكريم في وسط الملعب. ما زال مدرب نادي أربيل بنظرات وترقب. 4 ركنيات الكهرباء مقابل ركنيتين لمصلحة نادي أربيل. ركنية الآن من على التنفيذ؟ حسين جاسم على التنفيذ. نعم حسين جاسم يلعب الركنية على القابل الأول. هنا الإبعاد والمحاولة داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد الكرة، البحث عن الهجوم المرتد، وهنا خطأ ومعها بطاقة. خطأ ومعها بطاقة. البطاقة صفراء. نعم بطاقة صفراء. ولاعبي نادي الكهرباء يحاولون التأثير على الحكم الدولي سالم عامر، يطالبون بالورقة الحمراء. ربع ساعة أخيرة من اللعب. شاهد وفرنانديز البرازيلي بتهور بإهمال من هذا اللاعب في هذه اللقطة. هل يعود إلى الفار؟ هل يعود إلى الفار؟ رفع القدم بهذا الشكل، تهور كبير من فرنانديز. يعني لقطة خطيرة، لقطة خطيرة، وبطاقة صفراء من سالم عامر. يكتفي بالبطاقة الصفراء على اللاعب البرازيلي هاليسون فرنانديز. وحسام كاظم أيضا يطالب بالورقة الحمراء، لكن تبقى هكذا حالات، هي حالات تقديرية للحكم، لكن كان إهمال من هاليسون الواضح بالصورة البرازيلي هاليسون فرنانديز. كرة ثابتة، ركلة حرة لمصلحة نادي الكهرباء. المتخصص موجود أحمد عايد. المتخصص موجود أحمد عايد. لا، أحمد عايد يبتعد عن الكرة. من سوف يصوب؟ وقاع أم المعواني أم حسام كاظم؟ من سوف يصوب هذه الكرة؟
وقع رمضان والمعواني، بماذا تتكلمان؟ بماذا تتناقشان؟ جدار صد من فريق أربيل مكون من 4 لاعبين. من على التصويب؟ من على التصويب؟ هل وقع من المعواني؟ من سوف يصوب اليوم؟ هل يكون يوم الكرات الثابتة؟ هل يكون يوم ركلات الحرة بالنسبة لنادي الكهرباء؟ المعواني أم وقع؟ وهنا سالم عامر يوقف التنفيذ ويطلب من لاعبي نادي أربيل العودة للمسافة القانونية. نعم، يتكلم مع روى يوسف ويتكلم مع بن سودة ومع مصطفى قابيل. من سوف يصوب من الكهرباء؟ هل المعواني أم وقع؟ وقع تصويبه، جول 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 جول. يوم الركلات الثابتة، يوم الركلات الحرة، مرة أولى من أحمد عايد ومرة ثانية من وقع رمضان. هدف جميل لنادي الكهرباء، وأيضا عن طريق ركلة ثابتة، أيضا عن طريق ركلة حرة، لكن هذه المرة وقع يضعها في الشباك. صعبة كانت على حسين علي، حاول مع الكرة لكن وقع رمضان أيضا بدقة كبيرة، يضعها في الزاوية الصعبة ويعلن عن ثالث الأهداف لنادي الكهرباء في مرمى نادي أربيل. وحسين جولي يعاني الأضرار. نعم، فريق الكهرباء استخدم سلاح الكرات الثابتة من هذا الثنائي المتواجد أمامكم أحبة المشاهدين والمتابعين. مرة أحمد عايد ومرة وقع رمضان، وأربيل في حيرة من أمره. الهوليري يعاني. هدف ثالث لمصلحة نادي الكهرباء. يوم الأهداف الجميلة، يوم الأهداف الجميلة، وخاصة لنادي الكهرباء. نعم، دقيقة 77 وهدف ثالث لمصلحة نادي الكهرباء. وقع رمضان أيضا يسجل ثاني أهدافه، لديه هدف في دوري نجوم العراق والآن هو الهدف الثاني له، لكن هو يسجل الهدف الثالث. وهناك بطاقة صفراء على وقع رمضان، لا أعرف لماذا هذه البطاقة الصفراء، هل بسبب الاحتفال؟ وقع رمضان يسجل الهدف الثالث. نادي أربيل بصعوبات كبيرة استقبل 3 أهداف. كرة الآن مصطفى قابيل يحاول، لكن قطعت الكرة، عادت لمصلحة نادي الكهرباء، طالت، خرجت. نعم، خرجت يا نهاد محمد إلى رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. نادي الكهرباء قلب الطاولة نادي الكهرباء على نادي. تبديل، خروج هيغور فيليب فيدال ودخول إيفان خالد. تبديل إيفان خالد بديلا للبرازيلي. يحاول فريق أربيل من خلال هذه التبديلات أن يعود إلى اللقاء، لكن الأمور بدأت صعب. نتكلم عن 10 دقائق أخيرة. الكهرباء بالكرات المرتدة وبالكرات الثابتة استطاع أن يسجل 3 أهداف. هنا المحاولة من سويعيد، قطع الكرة من سولاقة، قطع الكرة من ريبين سولاقة. دفاعات أربيل مثل ما ذكرت، يعني دفاعات دائما ما نشاهدها مهزوزة، تستقبل الأهداف، لكن اليوم استقبلت الأهداف عن طريق الكرات الثابتة. كرة الآن يحاول نادي محمد، لكن إلى الخارج. رمي جانبية، لعبت سريعا. كرة الآن هناك لكارداغلي، إيفان إلى روى يوسف، تمريرة أمامية، حاول لكن مرت وصلت إلى محمد عباس. حسام كاظم، تمريرة أمامية
أحمد عايد غير متسلل. أحمد عايد مع الكرة، مر أحمد عايد من أمام روى يوسف، عاد أحمد عايد دخل منطقة الجزاء، لعب الكرة الأرضية لكن ابعاد الكرة من حسين جولي، من حسين علي ابعد الكرة، لكن على ما يبدو هناك تسلل. نعم تسلل على أحمد عايد في هذه اللقطة. هل كان متسلل أحمد عايد؟ نعم متسلل من خلال هذه الزاوية. تلعب ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي أربيل. ريبين سولاقة يلعب الكرة لفرنانديز. تمريرة إلى إيفان باتجاه مصطفى قابيل يضغط على حسام كاظم، يلعب هذا الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. تلعب رمية جانبية. يوسف بن سودة قطعت الكرة، عادت وابعاد الكرة من بن طرشة من جديد مصلحة نادي أربيل. مصطفى قابيل إلى هلا وفاق. ماذا تفعل يا مصطفى قابيل؟ تفاهم غير موجود في هذه اللقطة ما بين قابيل وما بين هلا وفاق. وقع رمضان بعد دخوله بديل ناجح، سجل هدف بطريقة جميلة جدا. شاهد الكرة الثابتة. لا اليوم الركلات الثابتة، اليوم يوم الركلات الحرة، الركلات الحلوة. يعني وقع وضعها في زاوية صعبة جدا. نعم في زاوية الجدار، كانت صعبة على حسين علي، صعبة جدا. شاهد هنا اللقطة كيف وضعها بصورة جميلة. لكن عاد يبقى السؤال لمتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، الركلة الحلوة لمن؟ لأحمد عايد أم لوقع رمضان؟ الآن مصطفى قابيل أربيل من أجل العودة، تمرير الكرة لكن قطعت من بن طرش المغربي. أسد الأطلس قطع الكرة. المتابعة من هلا وفاق 1-2. يحاول الآن سيفين منصور لكن قطعت، عادت. أحمد عايد، يا الله يا أحمد عايد، يا الله يا أحمد عايد. اليوم متعنا، اليوم نجم اللقاء أحمد عايد، اليوم نجم اللقاء أحمد عايد. صنع هدف وسجل هدف وأيضا قدم مباراة كبيرة. مصطفى قابيل أيضا تمريرة خاطئة. مصطفى قابيل نفسيا ذهنيا أعتقد غير جاهز. عادت الكرة الآن لمصلحة فريق أربيل. كارداغلي يلعب الكرة العالية. كارداغلي رأسية وابعاد من حسام كاظم. عادت الكرة لمصلحة نادي الكهرباء. قطعت الكرة، عادت لمصلحة أربيل وابعاد من بن طرشة. يضغط الهوليري، يضغط الأربيلي من أجل العودة بالنتيجة. لكن أتكلم عن دقائق قليلة متبقية. هل يعود أربيل خلال 5 دقائق المتبقية من 90 دقيقة؟ عاد الوقت المضاف. تلعب سريعا شيركو كريم. هل يلعب الكرة العالية العرضية أم يتأخر أو ينتظر؟ يمر لكارداغلي. كارداغلي يلعب الكرة، تلعب الكرة الآن داخل منطقة الجزاء. مرت الكرة ووصلت إلى الحارس محمد عباس. كرة خطيرة كانت لمصلحة نادي أربيل، لكن الكرة شاهد كيف مرت على هيلكورت قيس أيضا من لاعبين منتخبنا الوطني للشباب. هيلكورت قيس دخل بديل المن. هيلكورت قيس بالسلامة لمحمد بن طرشة. سالم عامر يطلب بنقله خارج الملعب من أجل تلقي العلاج. اسقاط كرة من سالم عامر للحارس محمد عباس. المباراة القادمة بالنسبة لنادي أربيل سوف تكون مع فريق القاسم هناك في فرنسا حريري، بينما الكهرباء سوف ينتقل إلى العمارة إلى محافظة ميسان لمواجهة نفط ميسان. كرة الآن مصطفى قابيل يلعبها إلى سفين منصور يحاول المرور من الأول والثاني لكن هناك خطأ. عاد اللقطة الأولى، عاد إلى اللقطة الأولى.
الحكم سالم عامر. لعبة سريعة المصطفى قابل إلى سفين منصور. سفين منصور مع الكرة، سفين يمرر الكرة، يحاول الآن فريق الكهرباء البحث عن الهجوم المرتد المعواني لأحمد عايد، لكن قطعت، عادت من هلكرت قيس إلى خالد كاردغلي. كاردغلي يمرر الكرة، قطعت من بن طرشة. شيركو كريم يحاول، شيركو لحق بالكرة قبل الخروج. نعم لحق بالكرة، يضغط المعواني وهناك خطأ. هناك خطأ على اللاعب المعواني، والمعواني وخالد كاردغلي. هناك لقطة خارج. نعم الروح الرياضية ما بين اللاعبين التونسي والسوري، يعني نتمنى أن يكونون أكثر هدوءا، أكثر انضباطا داخل الملعب. وهنا سالم عامر ينبه اللاعبين، خلاص أنا عندي بطاقات وأعطي البطاقات، فلا داعي لهكذا لقطات، لا أريد أن أشاهدها مجددا. نعم يعني شاهد كاردغلي، لماذا هذه اللقطة الزائدة؟ على العموم هنا تبديل لمصلحة نادي الكهرباء. علي خالد المدافع بديلا لمن؟ بديلا لمحمد بن طرشة على ما يبدو يعاني من إصابة. علي خالد يدخل الآن، خطأ الآن لمصلحة نادي أربيل. هل نشاهد أيضا الكرة الثابتة تأتي بشيء لمصلحة نادي أربيل؟ تلعب الكرة رأسية والإبعاد مرة أخرى، إبعاد إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. شيركو كريم مع خالد كاردغلي يلعبون الرمية الجانبية سريعا، وصلت إلى كاردغلي، يلعب الكرة، اصطدت، عادت من جديد، يحاول الآن يضغط سين منصور، لكن ابعاد الكرة إلى رمية جانبية من خضر علي، الواضح بالصورة رمية جانبية. أكيد أربيل الآن سوف يضغط على فريق الكهرباء من أجل تدارك الأمور. هنا الرأسية والإبعاد من دلاهي، عادت إلى كاردغلي من جديد. كاردغلي يلعب الكرة العالية، أيضا إبعاد من دفاعات الكهرباء، وصلت لأحمد عايد. أحمد عايد تمريرة لكن قصيرة، قطعت من هلا وفاق إلى فرنانديز. روى يوسف لمصلحة نادي أربيل، يحاول الآن نادي أربيل تمريرة إلى هلكرت قيس، إلى ربين سولاقة يمر إلى هلكرت قيس، إلى مصطفى قابيل تمريرة قصيرة. شيركو يحاول لكن قطعت من دلاهي إلى ركنية، وركنية الآن لمصلحة نادي أربيل. خلاص دخلنا الدقيقة الأخيرة، الدقيقة 90 من أحداث هذا اللقاء. كم سوف يضيف حاكم اللقاء؟ الركنية الثالثة لنادي أربيل، تلعب الركلة الركنية، وهنا المحاولة وخطأ، خطأ لمصلحة الحارس محمد عباس بعد الكرة المشتركة، اللقطة المشتركة ما بين يوسف بن سودة. شاهد هنا اللقطة ما بينه وما بين اللاعب نعم يوسف بن سودة. السلامة لمحمد عباس حارس المرمى. خلاص روح الرياضية موجودة، واعتذار من قبل اللاعبين. خطأ الآن لمصلحة نادي الكهرباء. خلاص 90 دقيقة انتهت أحبتي المشاهدين. نادي الكهرباء يتقدم على أربيل ب3 أهداف مقابل هدف واحد، بالرغم من تقدم نادي أربيل بهدف منذ الدقيقة 11. تلعب الكرة للخارج، رمية جانبية، 4 دقائق كوقت مضاف على أحداث الشوط الثاني. روى يوسف تلعب الكرة الآن، خالد كاردغلي، شيركو كريم، شيركو مع الكرة، تمريرات قصيرة، إيفان ولا روى، هلكرت قيس إلى هلا وفاق يحاول المرور، هلو من جديد، تمريرة من هلكرت لكن ابعاد من دلاهي، ابعاد من محمد دلاهي إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي أربيل. روى يوسف، سيفين منصور، عادت الكرة للخلف إلى حسين علي جولي، يلعب الكرة لسولاقة، تمريرة وصلت إلى خالد كاردغلي،
كارداغلي مع الكرة، يضغط سويعيد على كارداغلي، يمرر الكرة، تمريرات جميلة مصلحة نادي اربيل. شيركو، تصويبة من شيركو، لكن الكرة إلى الخارج. ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء، على ما يبدو هناك أيضا تبديل نادي الكهرباء. روان ريبيرو البرازيلي 28 عام عمر هذا اللاعب، بديلا لأحمد عايد نجم هذا اللقاء. نعم، نجم هذا اللقاء بدون منازع، سجل هدف جميل جدا. نعم، هدف جميل جدا، طريقة جميلة جدا، لاعب يعني مهارة تصويب، مهارة تسديد من أحمد عايد. نادي الكهرباء بهذا الانتصار يصل إلى النقطة 31 في المركز الرابع عشر، ونوروز يذهب إلى المركز الخامس عشر، بينما أربيل يبقى في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة. الكهرباء يصل إلى النقطة 31. تنافس كبير. روان ريبيرو اصطد الكرة بريبيرو إلى الخارج، رمية جانبية، لعبت سريعا رمية جانبية. فرنانديز إلى سولاقة، ربيل سولاقة. خلاص دخلنا الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المضاف. هنا قطعة الكرة، حسين جاسم يلعب لسويعيد. هل هناك هدف رابع؟ روان ريبيرو، لكن كرة ضعيفة بأعضاء الحارس حسين علي، عادت لمصلحة نادي اربيل خارج كارداغلي. والدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف، يحاول أن كارداغلي يمرر الكرة، وصلت إلى شيركو كريم. شيركو يلعب الكرة العالية، وهنا الإبعاد من دلاهي يلعب لسويعيد من الموريتاني للموريتاني الآخر. هنا المحاولة، لكن قطعة الكرة عادت لمصلحة نادي اربيل. هيلكورت قيس، تمريرة إلى فرنانديز تمريرات، لكن أيضا دفاع قوي من نادي الكهرباء. هنا التمريرة طويلة وصلت إلى الحارس حسين علي. الكهرباء يحقق الانتصار رقم 7، بينما اربيل يتعرض إلى الهزيمة العاشرة. الآن الكهرباء سجل 3 أهداف في مرمى اربيل في الذهاب، وسجل 3 أهداف في مرمى اربيل في الإياب، لكن الفرق أن في مباراة هنا الكرة الخطيرة لمصلحة نادي اربيل، يحاول سفين منصور، لكن يضغط المعواني على سفين منصور، يحاول الآن. خلاص 4 دقائق انتهت. هنا مصطفى قابيل، لكن قطعت الكرة من حسام كاظم. وهنا الحكم سالم عامر ينهي أحداث هذا اللقاء بفوز نادي الكهرباء على نادي اربيل ب3 أهداف مقابل هدف واحد. تقدم اربيل أولا عن طريق اللاعب جيلان لقمان في الدقيقة 11، لكن عاد الكهرباء سجل 3 أهداف أولا عن طريق اللاعب أحمد عايد في الدقيقة 38، ومن ثم محمد سعيد الدقيقة 62، ووقع رمضان في الدقيقة 77. مبارك للكهرباء وهاردك لأربيل وجماهير أربيل. وفي الختام تقبلوا تحياتي معلق اللقاء علي عنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.